تحياتي مشاهدينا الأعزاء، واللقاء يتجدد وبرنامجكم استوديو الفن. من استوديو الفن أحييكم وأسعد أن أكون في صحبتكم، ومعايا نجم ضيف فنان جميل تحبوا تعرفوا كل ما هو جديد بالنسبة له. حقيقة النهاردة مش بس معايا فنان، لكن أيضا معايا طبيب وفنان وصاحب العديد من المواهب المختلفة. ضيفي اللي معايا النهاردة درس كلية طب، وحصل على درجة الماجستير في أمراض الدم والمناعة عام 2006 من جامعة القاهرة. ايوه مظبوط. وأيضا حصل على درس التمثيل في ولاية نيويورك، وتخرج عام 2009 من التمثيل، ومصر على احتراف الفن ومصر على دراسة الفن، وما بيسيبش أي مجال ممكن يستفيد منه في دراسة الفن إلا لما بيدرسه. قدم لنا العديد من الأعمال المتميزة، قدم لنا مسرح وسينما وتلفزيون، لكن مش ممكن نقدر ننسى دوره في مسلسل ابن حلال ومسلسل وعد وأمير البحار. أدوار كتيرة جدا بيترك فيها بصمة أول ما يقدمها. نجمي اللي معايا النهاردة هو الطبيب الفنان حسام داغر. مش عارف اقول لك أهلا ايه، بيك. ميرسي قوي على التقديمه الجميله دي. أهلا بيك يا دكتور حسام. اهلا بيك، الله يخليك. منورنا ومشرفنا. ميرسي. واحنا انا اللي زادني النهارده. شرف طبعا، يعني ربنا وجودي في مبنى يخليك. العريق ومعاكم يعني هنا. ربنا يخليك يا الله دكتور. يخليك. احنا معلش اخرناك شويه على الهوا. لا مفيش وانا حاجه. عارفه ان وراك مواعيد، بس يعني حبك في البرنامج وفي الفن كمان، عايز اقول ان حبك في الفن هو اللي مخليك قادر مفيش مشاكل، تتحمل يعني. انا موجود على طول. دكتور حسام، ارجع البدايه. وانت طالب في كليه الطب، مم. وما كنتش يعني بتعمل زي طلبة الطب، بمعنى ما كانش في حياتك كلها طب، او حياتك كلها لا دراسة الطب. كنت مقسم الحياه على قد ما اقدر يعني غريب ان طالب في كلية سكاشن الطب يقسم الحياة، يعني دي حاجة جديدة يعني. لا كنت بعتبر كمان الشغل بتاع المسرح اللي كنت بعمله يعني مكافأة لما انا مثلا بذاكر كويس او مم. لما يعني وكان ده اللي بيديني الدافع ان انا يعني انت ما كنتش بتبقى مع طلبة الطب، لكن كنت بتبقى مع طلبة كلية التجارة اسست. على خشبة المسرح في وقتك الفاضي، بالظبط. حبا في التمثيل. اه و... وانا غريب ان انت وانت بتتكلم تقول لي انا زمايلي في كليه تجاره، اه فمش شايفه زمايلك في كليه الطب يعني. زمايلك في كليه تجاره لا يعني. ما هم يعني مسرح تجارة أنا بعتبره من أهم الأماكن في مصر اللي ممكن الواحد يدرس فيها أصلا مسرح أو يتعلم فيها مسرح يعني. اه لأن هو من أيام طبعا أساتذة الكبار، من أيام الأستاذ نجيب الريحاني، الأستاذ فؤاد المهندس، كل ده عدى على مسرح كلية تجارة طبعا. جامعة القاهرة. يعني امم هو يعني مكان بيفرخ مواهب بشكل رهيب من زمان، يعني امتدادا امم بقى دلوقتي لحد النجوم الحاليين. كل إن وقت ناس كتير قوي عدت على مسرح كليه التجاره، فانا بعتبره اكاديميه في حد ذاته يعني. فانا امم عملت فيه مسرح كتير جدا جدا، خدت فيه خبره رهيبه قوي، امم وحاولت انقلها عندي في الكليه بقى. عملت عرفت عملت تنقلها في كليه الطب. والله عملنا فريق تمثيل في اه الكليه وخدت فيه مراكز، وخدت مركز تمثيل ممثل اول جامعه القاهره 3 سنين، وبعد كده خدت ممثل اول جامعات مصر اه في 2001. فدي الحاجات اللي خلتني ساعتها حسيت ان انا ماشي، ممكن ماشي. يكون هو ده التراك بتاعي وانا مش عارف يعني. كان الموضوع في الاخر بنمارس هوايه، بنطلع انت هوايتنا واضح ان يعني. انت كان هدفك الاول والاخير هو التمثيل. لكن بالرغم من كده اتخرجت من كليه الطب جامعه مم. القاهره، درست ماجستير امراض دم ومناعه. اه يعني برضو اخدت دراسات وشهادات في مجال الطب. عشان المجال بتاعي لازم كنت اكمل فيه دراسه، بس انا اخترت البرانش اللي ما يحتاجش مني تفرغ دائم يعني، اللي هو الكلينيكال باثولوجي واميونيتي، اللي هي امراض الدم والمناعه. اه فانا اخترت ده قاصد يعني عشان ما بقاش يعني اعرف ادي يبقى عندك وقت مساحه. تقسم وقتك. لان انا يبقى عندي وقت تاني للتمثيل يعني. وكمان التمثيل كان ماشي يعني باراليل جنب الدراسه وكده. امم وزي ما قلت لك كان بيديني الدافع، يعني كان بيخليني احس ان انا مبسوط، يعني التمثيل بيديني طاقة إيجابية. امتحنت الطب. اشتغلت 3 سنين. اشتغلت في. اشتغلت اه في كذا مستشفى وكده. كنت اه برضو بروح الصبح بدري جدا اروح اشتغل، امم واخلص شغلي بالليل عشان اروح الاوبرا. ايام كنت دخلت بقى ورشة مركز الابداع الفني امم مع استاذ خالد جلال. فكنت بروح الصبح شغلي كطبيب، وبعد الظهر باجي عندهم انا بقى. شايفه انك بتصر انك ت... 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 يعني تدرس كل ما هو جديد في مجال التمثيل. اه طبعا هو ده مهم عشان الممثل عامة لو ما بيتطورش
هيفضل مكانه، خلاص على كده طب مش ممكن خبراته على الكاميرات هي اللي تطور عمله؟ ما هو طبيعي، بس انت هتجيب منين بقى المعلومات اللي تخليك تزود خبرتك قدام الكاميرا؟ مم. الممثل عامة العادي يعني حتى بره بيفكروا كده، يبقى الممثل نجم اوريدي وواصل لمرحلة من النجومية رهيبة جدا، مم. زي جوليا روبرتس ولا الباتشينو، ولسه بياخد كورسات بيدرسوا تمثيل. بياخدوا اه طبعا، كورسات. طبعا، وبيدرس المناهج الجديدة ويشوف ايه الجديد في الموضوع، والا بعد فترة خلاص هيخلص اللي عنده كممثل يعني مم. هينضب زي ما بيقولوا يعني، مم. المعين بتاعه كده هيخلص، ويتقال بقى ان هو مثلا قماشته خلصت يعني، ما طيب بقاش انت عنده جديد. يمكن سافرت نيويورك ودرست الفن. مم. قبل ما تسافر كنت اشتغلت اه، في مجال الفن. اشتغلت كتير كمان. اه، ايه اللي لقيته جديد لما خرجت بره تدرس الفن وفي امريكا والحياة مش هقولك ان الموضوع يعني اللي هو مختلف؟ يعني لا، هو الفكره في العين، النظره. هم عندهم نظره مختلفه للامور عن بتاعتنا يعني. مم. احنا للاسف عندنا فكر هنا ممكن يحول الممثل من حد موهوب وطاقه وكل حاجه لموظف. يعني ممكن مع الوقت يبتدي بقى يروح مثلا يأدي الدور، يحفظ الكلام بس يقول، مفيش بقى فكره انه يتطور ازاي يدور في ما وراء الشخصيه دي، ازاي يعرف يعمل لها تاريخ، ازاي يعمل لها كاركتر بروفايل بيسموه بره يعني. انت اللي كفنان بتقدر تعمل كده، اه، ولا المسؤولين عن العمل الفني؟ بمعنى المسؤولين مش كلهم بنفس اه التفكير. يعني في مخرج يبقى كل همه الكادر، همه الإضاءة، همه، وفي مخرج تاني يبقى كل همه طب ازاي انت التمثيل. كفنان تقدر تفرض رأيك، هو في تفرض الآخر أنا بعمل اللي عليا زي ما بيقولوا يعني، أنا بقدر أشتغل على الدور بتاعي اللي على الورق على قد ما أقدر. فيحالفنا الحظ كمان بقى ان يبقى معايا مخرج حابب ده، وحابب يبقى مم. معاه ممثل بيدور في الدور وبيشتغل عليه، وده الحمد لله حصل معايا كتير قوي يعني. انا اه اشتغلت مع مخرجين كلهم فعلا بيحبوا الممثل قوي يعني. من الناس اللي اشتغلت معاها ابراهيم فخر مثلا، عملت مم. معاه كذا حاجه، هو ممثل خرم ومخرج. إبرة، وعملت خرم معاه ابره ابن وابن حلال. حلال اه واخيرا وعد. مم. هو مخرج شاطر جدا جدا، شاب وعينه حلوه قوي، مم. وبس وكمان ما بيرضاش ياخد كادر هو مش راضي عنه كتمثيل اصلا. ايوه ف ايوه. فهو بيسخن يعني. هو الدينامو بتاع اللوكيشن كله عندنا في اي مسلسل اشتغلت معاه كان ابراهيم. يعني ابراهيم عنده طاقه انه يخلي كل الممثل، حتى لو نجم العمل او دور، مم. او حتى لو بيعمل معانا مشهد بس، انه يطلع احسن ما عنده. انه يطلع احسن ما عنده طبعا. فعلا فعلا. فانا باجي بقى اعمل له بقى التفاصيل اللي انا عايزها، اللي انا دارسها، اللي انا فكرت فيها. فهو مم. بيفرح يعني. اي مخرج في الدنيا يفرح لما يلاقي ممثل لا جاي مش اي مخرج، يناقشه. مش اي مخرج. والله مش اي مخرج، خلينا ربنا يكفينا متفقين شرهم يعني، بقى ربنا يكفيك التاني. شرهم. طيب يعني بسهولة بتقدر تطبق اللي درسته بره في السينما اه، المصرية او على الحمد شاشات لله. التلفزيون هي الناس في المصري؟ الاخر ليها المنتج اللي بيطلع في الاخر، ان يتقال مثلا الدور ده حلو قوي يعني، ده مم. اللي بيتقال يعني. يتقال مم. مثلا دوري مثلا في ابن حلال ده دور تفاصيله لا ده مع. دور ابن حلال، ده يدرس لوحده يعني، احنا لسه ربنا هنتكلم يخليك. فيه. بس ما هو ده اللي اقصده. انت في الاخر مم. الناس ما بتشوفش كم المجهود اللي انا مثلا اتعمل في التحضير للشخصيه، او التحضير النفسي، او التحضير الفيزيكالي، او اللي هو الشكلي، او الناس ملهاش دعوه. الناس ليها في الاخر المنتج، وانا راضي بده يعني. انا يهمني ان في الاخر يتقال ان انت عملت الشخصيه مظبوط في الاخر. لا انت عملت الشخصية هايل بجد بأمانة الحمد يعني، لله. مش عشان انت موجود، لكن ما خفتش من الدور ده؟ اخاف منه؟ هو دور صعب على مستوى التمثيل، لا لكن انت قصدك على رد لا، الفعل، رد فعل الفيدباك يعني. اه، المشاهد ما لما هو يشوف ابن بيقتل ابوه، لما اكيد خدت نقد من يعني من ضمن النقد اللي وجه للعمل ان هو اه بيدعو للعنف، واهم حاجه كانت تدعو للعنف ان ابن بيقتل ابوه في نهايه العمل. مم. هو ابن حلال كله متاخد، تقدري تقولي من العمل كله متاخد من صفحة الجرايم اللي هي بتبقى في الجرايد عندنا امم يعني. امم فاحنا انعكاس في الاخر للحاجات حاصلة اوريدي في الحياه. المجتمع او للحياة امم يعني. تقدري تقولي ان الدور فعلا باللي حصل فيه بنهايته المفجعة زي ما بيقولوا مأساويه يعني، المأساوية دي. فعلا. طبعا انا كان ليا راي اتكلمت فيه كتير يعني، حتى ناقشت فيه استاذ ابراهيم المخرج واستاذ حسن دهشان المؤلف. امم قلت لهم قاسي قوي رد الفعل يعني. ما يعني كنت بفكر ان ممكن مثلا بعد ما يحرق باباه يتخض، فيفوق يرجع خالد الطبيعي فيحاول ينقذه، فهما اتنين يتحرقوا، امم فنبقى خلصنا من اللاين بتاع عيلة رشدي ايوه كامل يعني. ايوه. لكن هم ما رضوش، لان هم قالوا لي لا، هو خالد خلاص تحول لمسخ بعد دخوله السجن وبعد تعرضه للظلم. مش الظلم الطبيعي، هو نقدر نقول عليه ظلم لو الظلم قهر درجات، قهر. اعلى درجه يعني، زي مثلا ظلم الدرجه اه الثالثه، هو اه
بابا طرده عريان في الشارع وما اعرفش ايه، واتجوز خطيبته وحكم على امه انها ماتت بالموت انها تحرق نفسها. وحكم على اخته برضه موت لما جوزها لراجل ومشيت في طريق مش اه مظبوط. فالناس كانت مستنيه الخلاص، يعني الناس عايزه تعرف تشوف نهايه الراجل ده هيخلص ازاي. هيخلص ازاي يعني. امم. فهم كدراما دي امم. حاجه ما اقدرش اتدخل فيها بقى، مش شايفين ان امم. كدراما لازم يجي القصاص في الاخر، وشايفين ان دي حاجه اسمها بالونه اختبار. يعني امم. لو دي في علم النفس بيسموها بالونه اختبار للمجتمع. هل احنا بنشوف المجتمع بتاعنا ستيل سليم امم. بيحافظ على القيم وبيقدر الاب ويقدر بس الام بحي بيشا اللي و... ساعده في النهايه. وباح بيشا كمان يعني باع طبعا. كل الناس، ما باع سابش حد كله حبيب يعني. ما هو خلاص بقى يعني شخصيته اتحولت. اختلفت، تحولت اتحولت تماما. فعلا، هو اتحول جراءة منك انك في بداية مشوارك الفني تعمل عمل زي ده، ورد الفعل الجمهور آه ما يبقاش محسوب، ولا انت انا لو كنت ما شفت قاصد اه الصدمة اللي انت عملتها للجمهور عشان انا تعلم؟ لا، هو ده الدراما، انا ممثل بنفذ المطلوب، بس انا ليا حق ان لا انا لا اناقش لا فيها لا، انت طبعا ممثل بتمثل المطلوب، اه بس من حقك الرفض او القبول. بقى انا فاهم اه وانا عشان كده اتناقشت في الدور وهم اقنعوني يبقى ان رد يعني ما الفعل كنتش ده قاصد ان مناسب. رد الفعل، وما كنتش قاصد ان لا الناس لا تقول ايه ده، مين الممثل اللي عمل كده، ده حسام داغر لا لا، وتبدأ انا تبقى. اوريدي عامل حاجات كتير قوي قبل ابن حلال، والحمد لله انا معروف جدا يعني على مستوى الناس عارفاني مم. كويس، وكنت معروف اكتر ككوميديان يعني. لكن كان ده شددني في الدور ده ان انا بلعب في حته جديده عليا، يعني منطقه ميلودراميه تراجيديه مم. فطبعا ده اللي كان فارق معايا، عايز الناس تشوفني بقى وانا مغير جلدي زي ما تراجيدي وانت بيقولوا مغير جلدك. ده اللي اه. فارق معايا، ان يشوفوني ايه ده ازاي عمل كده، ده عملها ازاي يعني. امم. فالممثل طول الوقت بيبقى حاله استمتاع في اثناء العمل وفي تصوير العمل وبعد كده، امم. ولما بينزل امم. العمل للناس امم. ورد الفعل عليه والجوائز. امم. انا خدت كميه جوائز على دور خالد ما خدتهاش في اي مسلسل تاني يعني في حياتي ايوه يعني. ايوه يعني ايوه. خدت كميه تقديرات وجوائز وتكريمات امم. انا واسره العمل يعني، بس بالذات عن دور خالد في ابن حلال. اخد قعدنا 6 شهور نتكرم مثلا بعد صح صح المسلسل فعلا كان. يعني الحمد لله. طب ايه رأيك نطلع نشوف مشهد من ابن حلال، ونرجع مرة تانية ننتظر كل مشاهدي استوديو الفن داخل استوديو الهواء المباشر. اخ ايه؟ رحت شويه والله افتكرت. افتكرت العمل فعلا، هو آه كان كان جميل يمكن كمان قوي. النجم محمود الجندي اعتقد غير جلده من خلال هذا فظيع العمل. استاذ اه. محمود الجندي كان عامل دور علامه، الواحد اه. بيتعلم منه لحد دلوقتي من التفاصيل اللي كان بيعملها، انت رياكشنات لما بصات اعترضت، انت عينه. لما اعترضت هو قال لك لا كويس كده، واحنا اه وانا كمان غيرت جلدي، وكان بالظبط كان كان شايف ان دي نقله كويسه قوي لينا احنا الاتنين، هو على مستوى الدراما اول مره يقدم دور بكل كميه الشر دي يعني. اه. حتى اه. كان قعدنا فتره كده كل شويه كان الموضوع طبعا حرق الاب ده اثار جدل كبير امم. قوي بعد عرض المسلسل. امم. فبقى هو يتصل بيا مثلا على الهوا اكون في برنامج وبتاع يقول امم. لي ما تخليهمش يفرقوا ما بيننا، ما فيش حاجه. انا راضي انا موافق. كان عاجبه المشهد كتنفيذ اه. وكان بيتناقش فيه فكره ان المشهد ده زي ما كنت لسه بقول بالونة اختبار، يعني لو في المجتمع في نماذج شبه دي، لو امم. في اب بالقسوه دي، لو في ابن يعني بالجحود ده، في الاخر الاتنين هيتعظوا يعني لما يشوفوا المشهد قدامهم. الاب هيراجع نفسه يقول هو انا ليه طب قاسي كده مع ولادي يعني، امم. والابن وفي اب كده؟ والله انا كنت بقول كده، هو في اب كده؟ انا كنت بقول كده بس طلع فيه كده. طلع فيه؟ لان انا مش مصدقه ده. لما خلصت المسلسل كنت انا بقعد اقول للاستاذ حسان، اقول له هو في كده في حد يعمل كده في اولاده؟ اه. قال لي ده في كتير جدا. فانا بعد ما خلصت المسلسل بقى الناس تقول لي ده شبه خالي، ده نعرف مش يا عارف خبر، مين طلع جارنا بيعمل حقيقه؟ كده في اولاده بيقعد يعذبهم يا وبتاع. خبر ابيض. لقيت الموضوع ده منتشر بس لقيت طبعا الموضوع مش هو مسكوت عنه، منتشر بس مسكوت بالظبط عنه. يعني بس مش هو القاعده، نقدر نقول عليه طبعا ان ده الاستثناء مش اه. هو القاعده. امم. فالاستثناء عمره ما بيعم، بس طيب. نحاول نلمه قد ما نقدر، بس ده طيب اللي انت نقدر. شايف ان دورك في مسلسل ابن حلال نقلك لمنطقة تانية، بمعنى بدأت تدخل اه في نوع انواع بقى الاعمال التراجيدية، بعيدا عن الكوميديا اللي انت كنت حابب انك مش تركز فيها؟ تراجيدية، هي دراما يعني، در... هي ادوار الدراما بتبقى صعبة مش سهلة يعني. اه. ف ما هو كله وانا دراما، حبيتها. تراجيديا والكوميدي كله دراما. بالظبط لكن اعتقد ادوار الكوميدي اصعب على فكرة، انا لسه ده لسه كنت هقولها، كوميدي اصعب بكتير. ده حقيقي. اه. بس انا ما كنتش اعرف ده الا لما جربت الاتنين يعني الكوميدي مش سهل خالص يعني، الكوميدي ده محتاج برضو الكوميديا ذكاء كده يعني، فيها سنس كده، محتاجة مم. سنس معين ما بيجيش الا بالخبرة يعني.
لكن التراجيدي يعني بيبقى تركيبة اكتر وشحن نفسي، يعني مم. موضوع مختلف يعني. طيب درست الفن او درست التمثيل بره مصر؟ اه درست حبة قليلين في مصر، لكن كان الباقي معظمه بره اه مصر. عينك على السينما العالمية؟ والله طموح طبعا، مين ما يحلمش بحاجة زي كده يعني. انا يعني حتى قعدت اتكلمت في ده، يعني شفت مين كان عمرو واكد صاحبي جدا من ايام فيلم كلام في الحب. مم. كنا اتقابلنا في باريس من سنتين كده، وهو اللي شجعني حتى، يعني بقى مم. عمال يقول لي لازم تعمل كده، وفي نيويورك وتعمل مش عارف ايه، وهناك في الايجنسي اللي هم وكلاء الاعمال وبتاع. بس مم. طبعا المشكله ان احنا هناك بيأيدنا شكلنا يعني في الاعمال بتاعتهم، فدايما اطلع عربي مثلا، او اطلع ادوار ليها علاقه بالعرب مثلا او مم. كده. فهو قال لي حاول تخرج من دي اهم حاجه، يعني ان انت يبقى في يعني ادوار ما يكونش فيها كده. وفعلا رحت وعملت كذا اوديشن ولسه بقى ده قدام يعني. ردود الفعل كانت ايه؟ ردود الفعل الحمد لله كويسه، يعني هم هناك فير قوي. فلما بيشوف مثلا حاجه بسيطه زي كام مشهد زي اللي احنا كنا بنتفرج عليهم دول او حاجه، بيلاقي بيفهم، يعني بيفهم انت الموهبه نسبتها الموهبة كام، يعني ازاي؟ عامله ازاي اه وبمثل منين زي ما بيقولوا يعني بره، اه يعني الطريقه نفسها او الاحساس بيجي منين. ف مم. وهم طبعا بيقعدوا يشجعوا هم بره، طول الوقت في دعم. مم. يعني حتى لو تعمل حاجه قد كده، لو مثلا بتفكر بس تدرس او طول الوقت في فكره الدعم بيزقك مم. لقدام انك تبقى بوش اكتر بوش يعني. مم. اعمل اجتهد، احنا وراك، احنا شعب مم. وفي حته مين احنا اللي الابتسامه. وراك؟ اللي بيدرسوك ولا الايجنسي ولا لا اللي ولا كله مين اللي وراك؟ الشخصيه عامه، يعني الشخصيه. لا لا، مين اللي بيبقى وراك؟ يعني هم بره في يمكن بيدرسوا طبعا يعني، مين يعني اللي بيدرسوا مثلا اللي بره يعني بيدرسوا؟ يعني انا يعني حاسينك موهبة ممكن يستفيدوا منها. يعني استاذه بتاعتي هي هولنديه من اصل هولندي يعني امريكي، مم. اسمها مونيك فان كيركوف. هي اصلا متخصصة بادي لانجوج وتمثيل بالتكنيك اللي هو المنهج بتاع ستانفورد ميزنر اللي انا كنت بتكلم معاكي فيه في مم. الفاصل يعني. مم. ف هي حاجة و70 سنة، يعني هي مش ست صغيرة، بس هي مم. لحد دلوقتي بتعمل عروض وبتقدم شوهات الطاقة دي كلها جايباها منين؟ لأن هي أصلا سورس من مصادر الطاقة اللي الواحد قابلها في حياته يعني. مم. يعني بتدينا على طول أمل واعمل وبتاع. فأتمنى تفضل الطاقة دي عندها طبعا طول العمر، بيديها العمر يعني. خدت ايه من الطب وانت بتمثل؟ يعني استفدت ايه من الطب وانت بتمثل؟ استفدت ايه؟ آه مش عارف، يعني ممكن تحليل الامور. يعني حتى كانت مدام اسعاد يونس دايما بتقول لي الحكايه دي ايام ما كنا بنصور امير البحار، تقول لهم خلوا بالكم ده اناليتيك برين، ده الدكتور يعني ده مم. بيحلل وبيخطط وبيرتب، ودي فعلا طبيعه الشغل، يعني طبيعه مم. الطبيب لازم حقائق لازم. فانا اخدت حاجه شبه كده في التمثيل، فان انا ما بتعاملش مع الحاجات على انها ورق او سكريبت مم. او لا، بحول الشخصيات للحم ودم في مم. خيالي الاول قبل ما اعرضها للجمهور. يعني ببقى شايفه بيتكلم ازاي، لابس ايه، شعره عامل ازاي، تفاصيله. بتناقش مين في التفاصيل دي؟ المخرج طبعا، انا ما مم. بعملش حاجه من دماغي، لازم ارجع له، مم. يعني اروح واتكلم معاه. يعني هو دي حاجه حببت ابراهيم فيا يعني. مم. يعني انا بحب اناقش دايما في تفاصيل الكاركتر كتيره. يعني انا كنت عامل مم. مثلا جزمجي في خرم ابره، مم. وعنده حته ان هو ريتاردد شويه يعني، مم. يعني عنده زي متأخر. تاخر عقلي او اه وبيحب بنت حب رهيب ومن طرف واحد اه وبعد كده في الآخر خلاص بيتحول انه يتجنن. يعني حتى الشعره اللي كانت موجوده عنده دي اللي بيتعامل بيها مع الناس مم. راحت. مم. فناقشته في ده، رحت جبت له بقى تاريخ لكاركتر سلامه ده عامل ازاي واسلوبه، وعملت تفاصيل طبعا طول الوقت. صوابعه دي مليانه مطرح مم. الحاجات اللي بيعملوها في تصليح مم. الاحذيه ورحت قعدت فتره اتدرب على المكنه بتاعت، عشان لما ابقى عندي مشاكل كتير قوي انا شغال على المكن بتاع اللي هو انت اتعلمت بيخيط. الصبر كمان؟ ايه اتعلمت الصبر كمان من الطب؟ يعني الطب يديك بالظبط. بيديني صبر، طولة بال طبعا طولة لكل بال ده. طبعا، طبعا ودراسة لما اروح قبل دراسة التصوير ومدة بدري مثلا بثلاث اربع ساعات عشان اقعد، عشان يجيبوا لي الراجل اللي اجروا منه المكن بتاع تصليح الاحذيه. اه فانا المكن ده معرفش افهمه، لازم حد يعلمني ازاي اقف عليه، وعشان لما هنمسكها احركه برجلي، لما اه اعمل
ليه تفاصيل كتيره ما حدش بيعملها في يوم وليله يعني. مم. الممثلين بقى الشاطرين، يعني مش قصدي شاطرين يعني، بس الناس اللي مجتهده قوي مم. بيعملوا ده فعلا، مم. واخدين بالهم من بعض في النقطه دي. يعني انا كنت اروح بدري الاقي سوسن بدري موجوده برضو جايه قبل التصوير بشويه، لان طبعا مدام سوسن ممثله عظيمه ومن الناس اللي طبعا. انا بعشقها مم. وطاقه رهيبه. مم. الاقيها مثلا هي قاعده كانت طالعه بتعمل طعميه مثلا مم. على الارض، كانت تخلي الست مم. اللي عامله الفرشه دي تعلمها، عشان لما نيجي نصور تبقى هي ايقاعها سريع، ما مم. يبقاش باين انها لسه او خايفه من الزيت او فيش الكلام ده، هي بتعمل مم. ده مم. بسرعه رهيبه، عشان في الشوت تبان كانها فعلا هي الست دي هي عايشه طول عمرها يعني هنا النجومية وبتعمل. من وجهة نظرك ما بتجيش من فراغ؟ لا طبعا، مم. استحاله. مم. مفيش حاجه زي كده، وربنا قالها كل مجتهد النصيب، مفيش حد مم. مفيش اجتهاد مفيش قصاده مقابل. مم. يعني ما فيش حاجه، استحاله يعني. طيب، مين يعني انت وقفت قدام فنانين كتير جدا، ها، مين من الفنانين اللي نفسك تقف قدامه في عمل درامي؟ يحيى الفخراني. عشان يحيى دكتور؟ الفخراني عشان طبعا دكتور مثل زيك يعني؟ اعلى طبعا عشان دكتور زيك؟ طبعا مثل اعلى، راجل طبيب وحب التمثيل واتجه ليه وتفرغ له واداله كل حياته وتركيزه. هو مدرسة في حد ذاته يعني. مم. يعني انا كنت متابع ونوس، مم. ما بفوتش حلقة في رمضان اللي فات، لان مم. ونوس ده في حد ذاته ده مدرسة تمثيل يعني. ما بقعد افكر، هو يحيى الفخراني ربنا يديله الصحة، دكتور يعني، كان عامل الدور بتفاصيل صعبة ما يدركهاش غير ممثل برضو يعني. طبعا الجمهور مم. شايفينه اداؤه مبهر، لكن الممثل اللي زيه ياخد يشوف حاجة، باله، يشوف الحاجة يشوف يشوف هو النظرة ايه، شغال نظرة ازاي. تانية. اه. شغال ازاي، لا اه. هو كان شغال بشكل رهيب، وكان مدي طاقة لكل المسلسل يعني كل مم. الناس في المسلسل كانت طالعة في احسن حالاتها. مم. كان في محمد شاهين في المسلسل، مم. كان عامل ومدام هالة صدقي ومجموعة كلها اللي كانت موجودة كانوا في احسن حالاتهم زي ما بيقولوا يعني. طيب، انت هجرت الطب؟ لا ستيل يعني الطب بالنسبة ستيل ايه؟ لي. ستيل بتشتغل في الطب؟ لا عندك وقت؟ يعني انا دكتور لاصحابي عندك وقت بقى. بتدرس تمثيل وبتمثل وبتطلع في حاجات كتيرة لا جدا، هو لسه بقى لي عندك فترة وقت؟ طبعا مش بمارس اه. بشكل دائم، بس لا بقرا كتير طبعا وعارف ومتابع يعني. مم. وبشتغل يعني في اللوكيشن حتى على طول، اول ما يحصل اي حاجة دكتور حسام اندهوله بسرعة. وانا لسه سألاك في حاجات برضو، بينسوا. يعني انا لسه بستشيرك في حاجات طبية برضو يعني. ربنا يخليكي. يعني ايه رأيك نطلع نشوف مشهد من وعد ماشي. ونرجع مرة تانية، لأن وعد أيضا انا ده وعد له. كنت عامل دكتور ودي شغلانتي الحقيقية اه، وكان فيها برضو مشاعر إنسانية جامدة، دور مش دكتور يعني. سعيد ده دور صعب لسه ما خدش اه، حقه في المشاهدة، بس ان شاء الله يتشاف بشكل كويس هو الفترة هو الجاية دي. بدأ دلوقتي يتذاع في أحد القنوات الفضائية. اه نطلع نشوف جزء من وعد ونرجع مرة تانية ننتظر كل مشاهدينا على الهواء مباشرة. صباح الفل، صباح هادي، صباحك جاي على هادي. فاكر انا ضحكت عليا بالبقين اللي قلت لهم ايه انت عايز تشتغلني؟ بالصحة بالصحة، إن عملت في نواضر أنا مش شايفك. البواب شافك وتعرف على صورتك. التحية بسألك شوية أسئلة عشان العلاقة بينا تاخد شكل منهجي من البداية. بعدين خريجين جامعة زينا اشتغلوا شغلانة منيلة دي شغلانة لمانة وخلاص. طول نهار لف لف وفي الآخر ما بقناش غير قرد الزنبلك ب 3 جنيه، يعني كل اللي كسبناه ربع جنيه. أنت عارف هو بيعمل فيا كده ليه يا خالتي؟ أنا عمري ما كرهته. طول عمري كنت بنفذ اللي بيقولوا عليه، ماشي عليه بالحرف. كنت ببقى عارفة إنه كداب. عودة مرة أخرى لاستوديو الهواء المباشر، ولسه معايا الفنان حسام داغر. وأقول فنان ولا طبيب، أنهي أقرب لك؟ الفنان الفنان اكيد أقرب يعني، لك، لان دي مع إن حياتي. أنا عارفة إن في ناس هتزعل من الكلمة دي. يعني في ناس مصرة إن أنت لازم تفكرك دايما إنك طبيب. اه طبعا ماما ربنا يديها الصحة، اه. طول عمرها ما بتقوليش غير يا دكتور حسام دكتور حسام. والدك اللي بتتعامل. كان بيشجعك أكتر من مامتك؟ يعني بابا كان سعيد بحتة التمثيل دي، كان مستغربها يعني. مم. بس انا اذكر الله يرحمه يعني كان
هو ما لحقش شافني طبعا في المرحله دي، بس ايام ما كنت في مسرح الجامعه كان سعيد يعني. كان مثلا لما ابقى عامل مسرحيه ومسجلها على شريط فيديو بقى، اياميها بقى كان شريط الفيديو، كان يبقى قاعدين مثلا صحابه وكده، يشغل الشريط ويقول لهم ايه ده حسام. ده حسام اهو، بصوا بيمثل ازاي وبتاع. كان منبهر يعني، الحته دي كانت مخلياه كان لكن يستغرب الوالده يعني. مصر ان انت لكن ماما لا، الدكتور لحد حسام. دلوقتي انا بالنسبه لها الدكتور حسام طبعا يعني. اه ما اه فيش يعني ما فيش. طيب لو قلت بس ازاي هي برضو هي من الناس اللي دعماني جدا لحد دلوقتي دلوقتي بقى يعني. خلاص لما بقى دخلنا في يعني الجد حتى باخد ولقينا الشهرة ولقينا كل حاجة يعني لا ما لا شاء يعني الله. باخد رأيها كمان قوي يعني في الحاجات وفي شغلي، وهي رأيها في الحتة دي بصراحة سليم جدا يعني، حقيقي اه يعني. ربنا امم يديها الصح. طيب الكوميديا أخدت منك رقاب. عايزة أتجوز. عصابة الدكتور عمر. كتير كنت أعتقد كل حاجات كتيرة قوي. العيادة. اغلب السيت كوم يعني، انا كنت من أول الناس اللي عملت كل السيت كوم يعتبر. مم. والافلام الكوميدي حتى بتاعتي القديمه كلها كانت كلها اتجاهها كوميدي صريحه يعني، زي ماشيين بالعكس، او بعديه عملت امير مم. البحار وخطه جيمي مم. وسفاري. كلها الافلام كانت رايحه في لقالب الكوميدي بس يعني. امتى بس قلبت؟ امتى نقلت للتراجيديا؟ في آه، مركز الابداع في الاوبرا يعني، انا ساعتها كنت بنعمل مشروع تخرج مسرحيه قهوه ساده. مم. فانا اللي رحت لاستاذ خالد جلال وقلت له انا عايز اعمل مشهد دراما يعني، مم. لان مم. كنا احنا في تدريبات الورشه، كان هو كنت مم. قدمت مره تمرين ليه علاقه بحاجه زي كده تراجيدي، مم. وهو عجبه قوي، وهو اللي نبهني بصراحه يعني، صاحب فضل في الحته دي، قال لي والمخرج اللي اختارك في الدور ده كان مين؟ هو استاذ خالد جلال. لا اللي اختارك في عمل. لا ده جه بعد كده لما عرضنا المسرحيه، لكن لما قبل ما نعرض المسرحيه مم. كان ما انا كنت بعمل كوميدي بس مم. يعني، ما فكرتش حتى ولا اتجرأت ان انا العب في المنطقه التانية دي خالص. مم. فلما هو بقى دعمني وقال لي اكتر الناس بتعمل مم. المشاهد الميلودراميه هم الكوميديانات، ده بره معروفه طيب حتى من اختيارك زمان. للدور مم. بيبقى ايه اولوياته؟ اولوياته مم. ان الدور يعجبني انتاج، طبعا، دي اول اخراج، حاجه. ورق، لا 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 الدور الدور. يبقى موجود عاجبني يعني، يبقى مم. الدور حلو بالنسبه لي وانا بس انا راضي شايفه انك عنه. عملت تيم ورك تقريبا مع المخرج ابراهيم فخر. لان اه انا بحبه جدا كمخرج، اه وهو دايما شايف فيا وبيراهن عليا، فده في حد ذاته اي ممثل بيدور على حاجه زي كده يعني، هو دايما بيبقى عنده دور يفكر كده يقول هو حسام مم. هيعمله. مم. فدي حاجه انا بحمد ربنا عليها معاه، لان انا يعني هو يعني كنت بقوله، وده بيبقى تحدي بالنسبه لي برضو لما المخرج بيديك الثقه مم. وبيسيبك بقى يقول لك انت بقى المسؤول عن الجزئيه دي، اه بيبقى لازم الواحد يطلع احسن ما عنده عشان ما يخذلش ما تخذلش اللي قدامك. الثقة دي اه طبعا. فدور سعيد مثلا اللي هو دكتور سعيد في وعد، مم. ده دور كان متعب جدا بالنسبة لي، أصعب بكتير من خالد وأصعب بكتير من سلامة، لأن التانيين مم. جوانبهم وتاريخهم بالنسبة لي عرفت أجيبه بسهولة وأعمله. لكن دكتور سعيد هو أصلا من أصول المفروض الريفية، فكان عنده لكنة صعبة كده فلاحي مم. وبيداريها، فأنا مم. مضطر أعمل الدور اللي فيه اللكنة ومتدارية، وفي نفس الوقت كان الشخصية خبيثة جدا جدا بشكل مش طبيعي يعني مش عايز احرق الاحداث اللي ما اتفرجش يعني، مم. بس هو كان يعني بسببه الاحداث كلها بتتقلب في المسلسل يعني، بسبب الدور بتاع دكتور سعيد. سينما، مسرح، تلفزيون، عملت كله. مم. وفترة تقريبا تعتبر فترة قصيرة. مم. آه تحب تختار ايه اكتر؟ يعني لو جالك دور في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون، بتفضل ما بينهم، بتختار ايه؟ هو كل حاجة بتيجي في وقتها عامة يعني انا بعمل دلوقتي مسرح بعد ما مم. خلصت المسلسل انا بتاع عارفة وعد، بتعمل و مسرحية مع مع وبحضر الفنان محمد لفيلم، رمضان. اه بنعمل مسرحية مع محمد اه رمضان اهل رمضان. اه فانا المسرح ده بيتي يعني، انا ما عنديش مشكله أبقى بصور كل يوم من الصبح بالليل، اه بس بالليل اروح المسرح اعرض واقابل الجمهور واسلم عليهم ونضحك مع بعض اه ونقضي سهره لطيفه يعني. فانا مم. انا طول عمري ده كان حلم عندي، فاتبسطت لان احنا ايام ابن حلال كان رمضان يقول لي كده، يقول لي احنا ان شاء الله هنرجع المسرح، هنعمل مسرح كبير، هنعمل فاول ما قرر يعمل مسرحيه. بس ده ابن حلال فين والمسرح فين؟ فرق ما كبير ما بينه وما بين، يعني فرق لا ما هو سنتين على ما سنتين اعتقد. اه لان اه المسرحيه كانت بتتكتب ويتم التحضير ليها، والمسرح نفسه كان بقاله فتره طويله قوي مقفول، اللي هو المسرح اللي احنا رجعنا عليه اللي هو مسرح الهرم. امم فمن ايام اخر مسرحيه عملها استاذ عادل امام، مسرح مقفول بقاله كتير من ايام بودي امم جارد يعني، فكان محتاج توضيب طب انت ومحتاج شايف ان تجهيز جمهور المسرح بدأ يرجع له مرة تانية؟ بشكل رهيب. انا شايف بعيني، احنا قرش اه كومبليه المسرح
مش طبيعي ان قعدنا نعرض فتره طويله قوي يعني، وايرادات عاليه جدا من العيد احنا بس اليومين دول بنعرض يوم بشكل واحد في الاسبوع تقريبا. يعني عشان خاطر محمد بس عنده تصوير الفيلم. مم. لكن مجرد ما هيخلص الاسبوع اللي جاي ده على طول هنرجع نشتغل عادي كل انا يوم عارفه انك داخل فيلم كمان. ان شاء الله. عندي فيلم كده بنشتغل عليه بطولة جماعية، اغلبهم زمايلي كانوا معايا في الاوبرا ايام مسرح بتاع قهوة سادة مم. ويعني حاسس ان ده مشروع جاي في وقته برضو مم. يعني في توقيت مناسب. الناس بقى ايه، لان السينما بتعيش مدة اطول برضو بكتير من احنا حضرتك بنتفرج على افلام اسماعيل ياسين وعبد المنعم ما ابراهيم. بقتش زي الاول، ما احنا برضو بنتفرج على المسلسلات اللي بتتعرض اكتر من مره. يعني انت فاهم شايف ان احنا لسه زي الاول تأثير بنتكلم على المسلسل. ان احنا بنتفرج على افلام اسماعيل ياسين سوري اه والافلام دي، ولا انت شايف برضو ان الدراما التلفزيونية بقى ليها برضو ذاكرة؟ هو يعني في فرق ذاكرة بين الاتنين. اه السينما بتبقى برضو برهان على نجومية الممثل، لأن الناس شافته. أنا رحت له البيت في اه التلفزيون، اه لكن هو بينزل من بيته يروح لي في السينما. اه بس فده بس الفرق. نجوم السينما كلهم مم. بدأوا يظهروا في الأعمال الدرامية طبعا التلفزيونية. دلوقتي طبعا اه اه هم عرفوا بقى أهمية وقيمة إنه يعمل أرضية ويدعمها بالمسلسلات، يعني مم. عارف أهمية ده. مم. لكن بعد كده بقى بيراهن على إن الجمهور ده هينزل ويجيله بقى في السينما. مم. ده بيبقى رهان بقى، يعني هو ما نقدرش نتوقع مين هيكسب ومين هينجح فيه ده. يعني السينما هي اللي بتختار النجوم بتوعها، مش يعني مش العكس. أنا شايفة إن أنت عملت أكتر من دور، مم. بمعنى كوميدي تراجيدي، ادوار كتيره جدا عملتها، مم. ادوار الاعاقه النفسيه، ادوار القهر النفسي. ايه الدور اللي انت لسه حاسس انك نفسك تقابل بيه جمهورك؟ والله ادوار كتيرة، يعني انا طماع الصراحة. اه طبعا الفنان تملي يبقى اه طماع، حقيقي لازم يعني يبقى طماع. عندي خيالات في ادوار كتيرة قوي. لسه حتى يعني ما اعرفش ايه اللي هيجي منها يعني بحب الادوار، بحب الفانتازي قوي، يعني بحب الادوار اللي فيها خيال علمي، دي ما حدش بيلعبها في مصر موجوده للاسف في مصر. كتير. ما انا بقول بس يعني ممكن اه. تحصل، يعني يحصل نقلة في السينما فتبتدي تتعمل ادوار من النوع ده. بحب الحاجات التاريخية جدا، بس للاسف احنا برضو بقينا مقصرين فيها قوي. يعني انا بعشق الادوار التاريخية، بعشق المسلسلات التاريخية، مم. بحبها. يعني بيبقى مم. فيها ادوار صعبة ومركبة يعني. مم. يعني بحب طبعا بقى، وبحب الكوميدي بقى يعني بشكل عام يعني كسينما برضو. فان شاء الله يعني بس لما بتقعد اوقات كبيره بره مصر تدرس الفن. بقعد بدرس يعني بفتح مجالات اخرى يعني مم. عشان اللايف شورت، يعني لازم تعمل كل حاجة مع بعض في نفس الوقت. ما ينفعش يعني اعمل حاجة لايف وبعدها الشورت. اه انت شايف الحياه صغيره لدرجه ايه؟ مم. ليه الكلمه ليه الكلمه دي؟ انا ما توقعتهاش هي الكلمه دي في وقت زي ده. لان فعلا عملت حاجات كتير، بس حاسس الناس بتستغرب يعني، وانت عملت كل ده امتى؟ اه فانا لا، انا بحس ان لسه ما عملتش حاجه. اه فبستغرب يعني، بقول يعني ما اعرفش، دي دايما فرق الاحساس بيني وبين المتلقي او الجمهور يعني. بحس ان مم. لسه يعني ما عملتش انت حاجه لسه. بتسابق عندي الزمن، حاجه انا حاسه انك بتسابق عندي حاجات الزمن. كتير عايز اعملها لسه ان شاء الله. البطوله عينك عليها، ولا انت شايف انك ادوارك المهم يبقى ليها بصمه؟ ادواري المهم ليها بصمه. مم. انا عملت بطوله اوريدي، يعني انا عملت كذا فيلم بطوله مم. يعني. بس الفتره دي ساعتها كان فيلم اسمه على الهوا، كان مم. بطولتي ودخلنا بيه مهرجان القاهره السينمائي. كان فيلم لطيف جدا يعني، واعجب بيه الناس اغلب السينمائيين يعني. وعملت فيلم بطولة برضو انا وصديق ليا اسمه ماشيين بالعكس. وبعد كده عملت بطولة مشتركة مع هنيدي في امير البحار. مم. بس لا، هي بتنده يعني. يعني انا بعمل اللي عليا، يعني انا اغلب ادواري اللي قدمتها في مسلسلات بطولة، مم. بس بطولة جماعية. نفس مم. الشيء انا عايز اخش السينما الفترة الجاية دي في بطولة جماعية برضو. مم. ما بقاش انا شايل الموضوع بشكل يعني لوحدي، مسؤولياتك ومنه كامله بقى اه. بنطلع كلنا يعني. وده اللي حصل مع حتى الجيل اللي قبلنا يعني. يعني فعلا. كان الجيل اللي قبلنا كان تلاقي هنيدي عامل فيلم مع السقا ومع مش عارف مين وكلهم مع بعض. بعد مم. كده اتفرقوا بقى هنيدي ليه افلامه، بقى مم. احمد السقا ليه افلامه، بقى كل واحد بيبقى ليه سيستم بيبقى ليه بتاعه يعني. اعماله اه. فهي بتبقى ستيب يعني. هي بتبقى تقسيمه كده. مم. كل فتره يعني الزمن بيطلع بقى مم. النجوم بتوعه يعني. بما ان ادوارك كلها ليها بصمه،
فاحنا من خلال برنامج استوديو الفن حبينا ان احنا نشكرك على البصمه الموجوده في ادوارك بهذه الشهاده. هي شهاده تقدير من اسره برنامج استوديو الفن. ميرسي انا جدا. الحقيقه بشكرك جدا باسم كل فريق عمل البرنامج. ميرسي جدا، دي حاجة جميلة قوي، مش عارف اشكركم ازاي يعني. بس احنا كنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. الله يخليكي، انا وانا اسعد. الحقيقه يعني احنا يمكن هنسيب الجمهور ويتابع مشهد من امير البحار، بس الاول كويس، عايزه عشان احنا اشكرك. نكدنا عليهم كتير لا قوي لا في المشاهد اللي فاتت. انا يشوفوا. الحقيقه عايزه اشكر الفنان الطبيب دكتور حسام داغر. اهلا وسهلا. كل الشكر والتقدير لحضرتك. ميرسي، انا اللي ليا يعني مش عارف اقول ايه، انا باحرج لما يعني بيحصل نوع من التكريم يعني، وده حاجة كبيرة جدا. ميرسي جدا. ان شاء الله بالتوفيق ونقابلك أشكر. وانت فنان عالمي. انا حاسه ان انت اصرارك انك تفضل تدرس بره، تفضل تدرس كل ما هو جديد، ده اكيد ان هيوصلك شاء في يوم من الله، الايام. باذن مع الله. مع دراستك السابقه، يعني ان مع انت كله بقى. ليك تاريخ في الطب وكل الحاجات دي، فان شاء الله نقابلك وانت فنان ميرسي قوي، ليك اشكرك. اعمال عالميه باذن الله باذن قريبا الله جدا. اشكرك، وميرسي جدا. كل الشكر واشكركم. والتقدير لحضرتك، كل الشكر والتقدير للساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده من خلال برنامجكم استوديو الفن. بنقول لكم ما تنسوش تستنونا في الاسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعه تقريبا. هيكون في انتظاركم اسره برنامج استوديو الفن. رئيس التحرير سيسيل فوزي، الاخراج لايمن حسين، والى ان نلتقي لكم تحياتي سحر عباس. شكرا والى اللقاء.